منتخب السعودية يحرم النصر من نجمه في 5 مباريات حاسمة. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجماهير سبورت، وحلقة نارية جديدة فيها تفاصيل مثيرة جدا جدا. ولكن قبل كل ذلك، وصلك الفيديو اشترك في القناة، اضغط لايك، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد الحصريات هنا فقط وحصريا على هذه القناة المتميزة دائما ودابدا، قناتكم الأولى دائما، قناة الجماهير سبورت. إذا اليوم مع موضوع هام وعاجل جدا جدا، حيث تلقى الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس صدمة قوية بعد تعرض أحد نجومه ونجوم الفريق الأول للإصابة خلال التوقف الدولي الحالي. النصر يحتل حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، دوري روشن السعودي لعام 2025-26 برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية. نجم النصر تعرض للإصابة مع المنتخب بحسب العديد من التقارير. سيغيب سعد حقوي مهاجم نادي النصر نحو 3 أسابيع. حقوي سيغيب، الأمر بالنسبة له صعب جدا، يعاني من تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية تعرض له خلال المباراة التي خسرها المنتخب السعودي تحت 20 عام أمام كولومبيا بهدف دون رد في كأس العالم للشباب. ويعني المنافسات التي تقام في تشيلي ودعها الأخضر من دور المجموعات، لكن التقرير الطبي أكد بأن حقوي سيغيب عن 5 مباريات القطب العالمي أمام الفتح 18 من أكتوبر الجاري في دوري روشن، وجوا الهندي في 22 أكتوبر في دوري أبطال آسيا 2، وكما سيغيب عن لقاء الحزم في الجولة السادسة 25 من هذا الشهر، والاتحاد في كأس الملك إن شاء الله 28 أكتوبر، والفيحاء في الجولة السابعة في الأول من نوفمبر. طبعا الإصابات وتكرارها مع المنتخبات هي أمر وارد، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بنجم للفريق فالموضوع يكون صعب جدا جدا. عموما سنتابع معكم دائما وأبدا ما الذي سيحدث. الأمر معقد تماما، الأمر به الكثير من التعقيدات بالنسبة للإصابات في نادي النصر، ولكن يبقى الواجب الوطني، يبقى دائما وأبدا تمثيل المنتخب من الأمور الهامة جدا والتي لا يتأخر عليها أي لاعب. يعني دائما وأبدا تمثيل المنتخب هو أمر هام، لا يتأخر أي لاعب عن هذا الأمر، هو واجب وطني. ولا نجد أننا دائما وأبدا أمام هذه الإصابات التي سرعان ما يعني لا يتذكرها اللاعب طالما أنه يؤدي لمنتخبه الوطني. عموما سنتابع معا كل جديد الحصريات معا بإذن الله. ولكن وصلك الفيديو، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس لكل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. منتخب السعودية يحرم النصر من نجمه في 5 مباريات حاسمة. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجماهير سبورت، وحلقة نارية جديدة فيها تفاصيل مثيرة جدا جدا. ولكن قبل كل ذلك، وصلك الفيديو اشترك في القناة، اضغط لايك، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد الحصريات هنا فقط وحصريا على هذه القناة المتميزة دائما ودابدا، قناتكم الأولى دائما، قناة الجماهير سبورت. إذا اليوم مع موضوع هام وعاجل جدا جدا، حيث تلقى الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس صدمة قوية بعد تعرض أحد نجومه ونجوم الفريق الأول للإصابة خلال التوقف الدولي الحالي. النصر يحتل حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، دوري روشن السعودي لعام 2025-26 برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية. نجم النصر تعرض للإصابة مع المنتخب بحسب العديد من التقارير. سيغيب سعد حقوي مهاجم نادي النصر نحو 3 أسابيع. حقوي سيغيب، الأمر بالنسبة له صعب جدا، يعاني من تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية تعرض له خلال المباراة التي خسرها المنتخب السعودي تحت 20 عام أمام كولومبيا بهدف دون رد في كأس العالم للشباب. ويعني المنافسات التي تقام في تشيلي ودعها الأخضر من دور المجموعات، لكن التقرير الطبي أكد بأن حقوي سيغيب عن 5 مباريات القطب العالمي أمام الفتح 18 من أكتوبر الجاري في دوري روشن، وجوا الهندي في 22 أكتوبر في دوري أبطال آسيا 2، وكما سيغيب عن لقاء الحزم في الجولة السادسة 25 من هذا الشهر، والاتحاد في كأس الملك إن شاء الله 28 أكتوبر، والفيحاء في الجولة السابعة في الأول من نوفمبر. طبعا الإصابات وتكرارها مع المنتخبات هي أمر وارد، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بنجم للفريق فالموضوع يكون صعب جدا جدا. عموما سنتابع معكم دائما وأبدا ما الذي سيحدث. الأمر معقد تماما، الأمر به الكثير من التعقيدات بالنسبة للإصابات في نادي النصر، ولكن يبقى الواجب الوطني، يبقى دائما وأبدا تمثيل المنتخب من الأمور الهامة جدا والتي لا يتأخر عليها أي لاعب. يعني دائما وأبدا
تمثيل المنتخب هو أمر هام، لا يتأخر أي لاعب عن هذا الأمر، هو واجب وطني. ولا نجد أننا دائما وأبدا أمام هذه الإصابات التي سرعان ما يعني لا يتذكرها اللاعب طالما أنه يؤدي لمنتخبه الوطني. عموما سنتابع معا كل جديد الحصريات معا بإذن الله. ولكن وصلك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس لكل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.